عارفين ان افلام حرب اكتوبر لدرجه ان انا اتمنيت ان انا بروح المبطله. عندي فكره مش هتزعلك، في مسلسل اسمها فعلا عالم بيتكلم عن حرب 6 اكتوبر مع ناس الدراسات ايام تشيكيا. طب يلا هي في دراسات تلاقي فكره كويسه. بس ان احنا لقيناها كنت عايزه اقول لكم على حاجه. قول. في مسابقه ميس كريمه بتاعت الدراسات عاملاها لنا بتاع اسمها رفعنا العلم عن حرب اكتوبر، ايه رايكم؟ كويس جدا. ينفع نشترك؟ ايوه هي قالت لنا 4 واحنا قلنا هناخدكم معانا. كويس جدا. تمام. طب عايزين بقى نقسم الادوار، يعني انت هتتكلم عن ايه مثلا؟ انا هتكلم عن النكسه وازاي سينا اتاخدت مننا، وهتكلم عن حرب الاستنزاف وتاثيراتها، وهتكلم عن الفريق عبد المنعم رياض لانه كان راجل عظيم. تمام. انا بقى فانا هتكلم عن اسباب الحرب والخداع الاستراتيجي في الحرب. وانت يا سينا هتتكلم عن ايه؟ هتكلم عن اهم احداث الحرب واهم القاده في الحرب وازاي عبرنا خط البرلين. استمرت الحرب كام يوم واتكلم عن قرارات مجلس الامن وما هي نتائج الحرب. تمام. احنا كده قسمنا الادوار. تمام. نروح بقى ميس كريمه. يلا بينا. يلا بينا. قبل ما نتكلم عن الحرب هنتكلم عن النكسة وازاي فقدنا سينا في 1967 لما اسرائيل غارت علينا. بجد كانت حاجة مؤلمة جدا. تخيل ان الكيان الصهيوني في النكسة قدر ياخد مننا 4 مناطق في 4 دول مختلفة. سينا في مصر، القدس في فلسطين، الجولان في سوريا، والضفة الغربية لنهر الأردن في الأردن. كانت هذه الحرب ضياع لكرامة الجندي المصري أمام العالم. عارفين كم واحد استشهد في الحرب؟ من 10 ل 15,000 و4338 مفقودين حتى الآن. ولم ينتهي الأمر بذلك في مصر، ولكن بدأ النضال وجاءت حرب الاستنزاف أو حرب ال1000 يوم. بدأت الحرب بإعلان الرئيس جمال عبد الناصر بضرب مدفعي على طول القناة، وتم تنفيذ العديد من العمليات أشهرهم عملية المدمرة إيلات. أثناء هذه الحرب يوم 9 مارس استشهد الفريق عبد المنعم رياض. قررت مصر الحرب بعد سنوات من اللا سلم واللا حرب التي فرضتها علينا إسرائيل. جاءت أسباب حرب أكتوبر بعد التعنت الإسرائيلي في حل الأزمة وإرجاع بعض الأراضي المحتلة. وقررت مصر وسوريا التخطيط والتجهيز لاسترجاع حقوقها وأراضيها المحتلة بالقوة، حيث رفضت إسرائيل الطرق السلمية لمبادرة روجرز عام 1970 المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا المماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وأيضا من أسباب انتصار حرب أكتوبر هو التخطيط الجيد والخداع الاستراتيجي. وأيضا جاء الخداع الاستراتيجي من خلال إعلان الحرب عدة مرات بدون تنفيذ، حتى يفهم العدو أنها إشاعات ولا نية للحرب. إعلان غرق صوامع القمح واستيراد كمية كبيرة من القمح بدون أن يعرف العدو، ونقل الدبابات عند القناة بحجة صيانتها، وإخلال مستشفيات تظاهرا بتطهيرها لإعلان الحرب، وأيضا باستخدام اللغة النوبية كشفرة للتواصل. وجاءت الحرب في 6 أكتوبر في 10 رمضان الساعة 2 الظهر، وجاءت أول ضربة جوية مع قائد الطيار محمد حسني مبارك. هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة. كانت فكرة المهندس العبقري اللواء باقي زكي يوسف، وهي فكرة تحطيم خط الريليف بخراطيم الماء. أعلن لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهزيمة قد انتهت، بعد أن حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون. جاء الدعم العربي بتقديم المساعدات العسكرية لمصر مثل سوريا والعراق والجزائر وليبيا والأردن والمغرب والسعودية والسودان والكويت وتونس، وقدم بعض الدول العربية المساعدات المالية لمصر وسوريا مثل السعودية والجزائر والإمارات.
وأهم القادة في هذه الحرب المشير أحمد إسماعيل، والفريق سعد الدين الشاذلي، والفريق محمد عبد الغني الجمل. استمرت حرب 6 أكتوبر 19 يوم، نحو 3 أسابيع، من يوم السادس من أكتوبر حتى اليوم 25 من أكتوبر. دعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لوقف إطلاق النار في حرب أكتوبر، ونص القرار على أن يدخل حيز التنفيذ خلال 12 ساعة من بعد إصدار القرار. أوقفت القوات المسلحة المصرية القتال، ولكن حاولت إسرائيل اقتحام مدينة السويس مرة أخرى. حرب 73 حصل فيها 64 معركة، انتصر فيها الجيش المصري نصر مطلق في 51 معركة منها. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. قدر الجيش المصري يعدي قناة السويس واقتحم خط بارليف ويثبت رجليه على أرض سيناء. استطاع الجيش المصري أن يحطم خط بارليف ويحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر. يوم 6 في شهر أكتوبر والعام ده 73 حققنا النصر بعزة وما عادش يونيو حزين، والطار خدناه بإيدينا بشجاعة ونصر مبين، بإرادة الشعب الصامد ورجال جيشنا الصحيين. بارليف في السكن العالي بيزيد إحساس القهر، وقناة قصاد بتغلي، صهيون ساكن على البر وجنوده بتلعب كورة، والبعض يعوم في البحر أو غاب بتعاند فينا بالصبح وبعد العصر، وكتير بينادوا علينا سنة سودا يا مصريين، جايين في المرة التانية على شبرا وراس التين، والدم بيغلي في راسي وسلاحي في ايدي حزين، والقلب بحرقة بيشكي والنبض في صدري أنين. يوم 6 في شهر أكتوبر الساعة 2 الظهر من غرب الشرق لقينا أسرى طيران بتمر، والعلم المصري عليهم والنيك بيصد الغدر، مدافعنا تدك الساتر بارليف أخدود العصر، وقوارب شايلة جنودنا بتعدي الهد بناه، ومدافع مية بتهدم والقدرة إرادة الله، وفي 6 ساعات مش غيرهم الخط الساحل تاه، وجنود صهيون مدبوحة وعلمنا فوق محلاه. للنصر حلاوة ومتعة نطرحها مع الشهداء، نقرا دعانا الفاتحة مهما تكون الأسماء، جرجس أو فادي وعبد الكل في جيشنا سواء، مصر المحروسة بلدنا وشبابنا بروحها فداء.